تعالوا بينا مع بعض نعمل الكفتة في البيت. هقول لك مقادير برغم ان هي بسيطة جدا جدا جدا، بس هتطلع معاكي ناجحة مليون في المية. واللي جرب يقول في الكومنتات. عايزاكم كلكم تنزلوا دلوقتي حالا تدوسوا لايك وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وتترحموا على والدي، ويلا بينا نبتدي على طول. علشان نعمل كفتة الحاتي هنجيب معانا لحمة مفرومة. انا هديكم مقادير لكل كيلو، مالكوش دعوة بالكمية اللي انا عاملاها. اللحمة المفرومة هنحط عليها البصل بتاعنا، لكل كيلو هحط بصلايه كبيرة. انا هنا عاملة 8 كيلو لحمة مفرومة، حاطة 8 بصلات كبار او 10 وسط بميته بكل حاجة. البصل بعد ما حطيناه هنبتدي ننزل بالملح بتاعنا، وننزل بالفلفل الاسود، وننزل بكيسين بيكنج باودر، و5 بيضات. عايزه تحطي البياض بس اوكي، عايزه تحطي البياض والصفار مش هيبان خالص، ما تقوليش هتطلع زفره، بالعكس ده هتدي قوام وتماسك للحمه المفرومه. هنبتدي بقى نقلب اللحمه المفرومه معانا بالبصل والبيض والملح والفلفل الاسود. عايزه تحطي كباب الصيني، جوز الطيب، بهارات لحمه المتوفر عندك حطيه. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض ونبتدي ندعكهم تاني جوه الكبه، يعني نخليها تطلع الشعيرات بتاعتها. بس احنا نشمر بقى. خلاص احنا هنا اهو دمجنا بقى البيض بالبصل بالبهارات بكل حاجه. مهم جدا جدا ان انا اخدها برده جوه الكبه. ليه؟ عشان انا عايزاها تعمل شعيرات. طبعا لو انا ايدي مش قويه هتبقى الكبه هي اسلم حل. كبه او مفرمه تحطي فيها اللحمه كده وتديها وش، تخليها ايه، البصل يندمج جوه اللحمه جوه بتاعه ويعمل لها عرق. تعرفي ان اللحمه كده خلاص خدت العرق جوه الكبه. لما تتكور كده اللحمه المفرومه تبقى عامله زي الكوره، تحسيها ان هي كوره بتلف. خلاص كده اقوم موقفه بقى ايه، اقوم موقفه ضرب. بصوا انا عايزه اوريكم الفرق ما بين اللحمه اللي هي جوه الكبه هي طالعه حته واحده على بعضيها. بصوا عامله عرق ازاي، بصوا هو ده اللي انا عايزاه. شايفين الشعيرات دي؟ هي دي اللي انا عايزاها. بصوا لو خدنا حته لحمه هنا وحته لحمه هنا هتحسوا بالفرق. دي خلاص بقت عجينه كفته ودي عجينه لحمه مفرومه. فانا ايه، هاخد بقى عجينه الكفته ديت خلاص كده اهو في صينيه. وبكده احنا خلاص فرمنا اللحمه كلها. نبتدي ننزل بيها على بصوا الكفته دي ناجحه ليه؟ لانها نزلت كلها على بعضيها. بصوا انا عامله 8 كيلو بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي، بصوا اللحمه. تعرفي منين ان الكفته دي ناجحه؟ ان هي لما تيجي تشديها كده اهو تلاقيها بتطلع شعيرات. شايفين الشعيرات؟ شايفين؟ بصوا شايفين؟ هو ده السر. بصوا لو جيتوا كورتوها كده تلعبوا بيها الكوره. بصوا ما تقعش، لو حطيتيها جوه سيخ ما تقعش. بصوا برغم ان هي كبيره قد ايه، هي كده اللحمه مظبوطه جدا جدا. هنحطها في الثلاجه ترتاح لمده ساعه. وتعالوا نعمل مع بعض الميه بتاعه التصبيع. هنجيب بوله هنا فيها شويه ميه وننزل بحبه من الزيت. دي الميه اللي هنصبع بيها الكفته. عامل كده ميه فيها زيت وشويه ملح وشويه بابريكا مدخنه اللي هي البارده عشان تدي لون. الميه دي هي دي اللي هنصبع بيها الكفته. هنا خلاص خلصنا الكمية كلها بعد ما صبعناها. مش قادرة اقول لكم سهلة وبسيطة، جربوها وبجد هتدعولي. خلاص بعد ما صبعناها نبتدي بقى نجيب المية بتاعة التصبيع، ندهنها برضو على الوش وندخلها بقى الفرن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. ما بتقعدش كتير علشان ما تنشفش، هتطلع معاكي خطيرة. شايفين يا جماعة؟ والله العظيم تحفة 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 تحفة. هتجربوها وهتقولوا في حياتكم ما عملتوش كفتة في البيت بالطعامة والحلاوة دي. بجد خطيرة، جربوها وعلى ضمانتي. ومستنية رأيكم في الكومنتات. لو عايزين تحفظوا الفيديو خدوا شير عندكم علشان ترجعوا له في اي وقت، ومنشنوا للناس اللي عندهم افراح واللي عندهم عزايم واللي عايزين يعملوا كفتة حلوة في البيت علشان يعملوها ويجربوها. بجد هتعجبهم جدا جدا جدا. بحبكم جدا. باي باي.